يا مساء الجمال على حبايب قلبي المنورين. وحشتوني قوي من الحكايه اللي فاتت. حابه افكركم تكملوا معايا الحكايه لحد الاخر، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس على الكل عشان نوصل لكم اشعار بكل حكايتنا الجديده. تعالوا بقى نشوف الحكايه اللي جايه معانا دي بتحكي بتقول ايه. صاحبه الحكايه بتحكي بتقول انا اسمي عنايات وعندي 27 سنه، بس هو راجل كده طول الوقت لا بيشتغل ولا بيهين نفسه في اي حاجه. الله يسامحها بقى مرات ابويا، هي اللي رمتني الرميه السودا دي. كنت طول الوقت بتخانق معاه من اول ما اتجوزنا، وطول الوقت كنت بقول له اسعى يا سيد شوف لك شغل وهات لنا فلوس زيك زي بقيه الرجاله. كان بيقول وانتي شغلانتك إيه ان شاء الله؟ ده انا طول النهار بلف على كوب رجليا اشوف كام شقه ننضفها واجيب فلوسها من صحابها. وفعلا في يوم لقيته بيقول لي تعالي يلا عشان اوديك الشقه اللي انا لقيتها. في واحد لسه جاي من السفر عاوزك تنضفي له الشقه بتاعته، وانا بنفسي هوديكي التاكسي وكمان هستناكي بره لحد ما تخلصي وترجعي تاني وما تاخديش منه فلوس. انا حسبت واخدت منه الحساب، وفعلا رحت معاه اليوم دوت. وانا اول ما رحت الشقه بتاعت الراجل اللي بيقول عليها لقيت الراجل عمال يبص لي من فوق ومن تحت. هو انت بقى مرات سيد؟ قلت له ايوه يا باشا. قام بصراحه قايل لي سيد ده ما يستاهلكيش خالص، انت تستاهلي حاجه اكبر واكتر من كده. اسمعي كلامي وانا هدلعك وكمان هعمل لك كل اللي انت عاوزاه. وعاوزه تطلقي من سيد كمان هطلقك منه، خليكي معايا انت هتكوني كسبانه. بقى بيفتح دوك المكتب وبيطلعني منه فلوس كتيرة جدا منه. وانا بصراحة من ساعة ما شفتك ما بقتش خلاص قادر امسك اعصابي ولا اتلايم على اعصابي. يا ريت تاخدي الفلوس اللي انت عاوزاها وتديني كل اللي انا عاوزه. قلت له لا يا بيه انا ماليش في الكلام ده. قال لي ما دام جيتي هنا لحد هنا يبقى ليكي في كل حاجة. في اليوم دوت حاول معايا كتير جدا وفضل يقرب مني اكتر واكتر، وكل ما كنت ببعد كان بيقرب اكتر كمان. لكن قدرت عليه وخرجت من الشقة وانا كنت بجري لقيت سيد واقف بعيد جدا على اول الشارع. رحت حكيت له على كل اللي حصلت، بيقول لي انت هبله وعبيطه، انت ليه ما سمعتيش كلامه؟ في واحده ترفض الفلوس اللي هو عرضها عليكي دي؟ قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي ده انت بتقولي فلوس كتيره جدا. انا هين عليا دلوقتي اخدك من ايدك واوديكي ليه، بس يلا بينا نروح الوقت دلوقتي لحد ما اشوف الراجل دوت هنعمل فيه ايه وازاي هرجعك تاني ليه. ما كنتش مصدقه نفسي ان سيد جوزي بالوصيانه دي وان هو يكون خفيف للدرجه دي. معقول يا سيد عاوز تخلي الرجاله يعملوا معايا علاقه؟ ده الراجل طلب مني العلاقه كامله، لقيته بيقول لي وماله مفيش حاجه عادي يعني. هو انت يعني لو حبيتي واحد مش هتعملي معاه علاقة او من غير فلوس وكمان هيكون الحب مشعل في قلبك؟ ساعتها فكرت وقلت طب ليه انا هعمل حاجة زي كده وما اخدش فلوس ليا انا لوحدي؟ ده غير المتعة والاحساس اللي انا احس بيه. نفس الكلام اللي جوزي قاله لي بالظبط. ده كفاية عليكي الاحساس الحلو اللي انت هتحسيه وهو منها تغيير برضه. فعلا كلامه دخل دماغي، واول ما هو قال لي كده بدأت افرح افكر في كلامه